نبارك للشعب اليمني تحقيقهم بطولة الناشئين غرب آسيا، وهارد لك المنتخبنا. ألف مبروك للأمة والشعب اليمني كافة. وش نقول؟ ما نقول إلا مبروك لليمن، فاز على منتخبنا السعودي. ألف مبروك. الكاس ما راح عند أحد أجنبي، راح عند إخواننا اليمنيين. مبروك وتستاهلون، وهذه المرة الثانية، وكاس آسيا مبروك عليكم، وإن شاء الله عقبال ما توصلون لكاس العالم. تحية للمنتخب اليمني. منتخب بدون دوري، منتخب بدون لعيبة على أعلى مستوى، منتخب يقهر الظروف، منتخب بدون ملاعب. اليوم يحقق البطولة الثانية في غرب آسيا على شقيقه المنتخب السعودي. من قلب سعودي والله كنا نتمنى أن نفرح اليوم، لكن إن جات المنتخب اليمني فيستاهلون. ألف مبروك للشعب اليمني والمنتخب اليمني. هذا المنتخب هارد لك لنا، وهارد لك للحارس الكبير موسى العيد اللي أشوفه نواة مستقبل الأخضر. فزنا أو انهزمنا، فالسعودية واليمن منتخب واحد، انتهى الكلام. وألف ألف ألف مليون تريليون مبروك للمنتخب اليمني، تستحقونها بكل جدارة واستحقاق، وهارد لك لمنتخب بلادي. ونقول البطولات الجاية بإذن الله تعوضونها، ولكن مثل ما قلنا حنا أسرة واحدة وحنا عائلة واحدة، وما تفرقنا الكورة، ما تفرقنا الكورة أبدا أبدا. ألف مبروك لأهل اليمن، وهاردك المنتخب بلاد السعودية، ما تفرقنا الكورة. ما يحتاج نجي ونعصب ونتكلم، لا 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 لا. أهل اليمن حبايبنا، أهل اليمن، أهل اليمن أروح لكم فدوة. أنا أهل اليمن من كل عقلكم أنا أرسل وأتكلم عن أهل اليمن. أنتم منو لحتى تبوني أتكلم عن أهل اليمن؟ أنتم منو؟ أهل اليمن والسعودية والخليج كل ابونا اي واحد فينا ياخذ بطوله نعتبر البطوله لنا اساسا، نعتبر احنا اللي فزنا بالبطوله، فكلنا اخوه واحده وعائله واحده واسره واحده. والف مبروك لمنتخب اليمن، تستحقونها بكل جداره واستحقاق، وهارد لك لمنتخب بلادي. ونقول له نعوضها ان شاء الله الايام الجايه والبطولات الجايه. الف مبروك ثاني مره لمنتخب اليمن.